عسلامة، مرحبا بكم معايا في دبارة جديدة. نتعاملنا على ربي وبدينا في حلول عيد، وحبيت نبدأ بحويجة سهلة في المتناول، ما هيش صعيبة. وأهم من هذا الكل إنها تصبر، يعني حتى تقعد لك في الفريجيدير بالشهر ما يصير لها حتى شيء. اللي هما كعابر الشوكولاتة والبسكوي. هسيلو حاجة سهلة بنينة بريزونتابل، تحسها كحاجة مضخمة وتزينها باللي انتي تحب عليه. المهم تبعوا معايا الوصفة وشوفوها كيفاش باش نعملوها. لهنا جبت بسكوي عادي كيما بسكوي سايدة يشبهلو. نجم لهنا تستعمل أي بسكوي تحب، البسكوي اللي تحب عليه تستعمله. عندي شوية كاكاوية محمرة، عندي شوية لوز محمر، لهنا شوكولاتة من بعد مش نغلفها بها، وعندي شوكولاتة سايلة مش نخلطهم بها. لهنا كما تراو ما فيهش لا سكر لا حتى شيء. ريحة البسكوي ديجا البسكوي حلو، ريحة البسكوي بالكدا هو والكاكاوية بالكدا بالكدا اللي نشوفوا فيه كيفاش أرطب، ما يلزمش فيه كعابر ولا حاجة. تركزوا فيها النقطة هذه. لهنا حطيت فيها الشوكولا اللي عندي، تنجم تذوب الشوكولاتة وتحطها عادي. المهم ونحاول اني نلمها بالكدا بالكدا. علاش قلت لكم لازم يكون مرحي بالكدا؟ باش من بعد الكعبة تجيك بنينة يعني من داخل، ما تبداش فيها حاجات هكا مرصصة. ولهنا السر صغير هكا تحطوا فيها يا شحور يا شوية عسل، يجيكم هكا بمطعم معلك هكا، حاجة شادة روحها بنينة من داخل على الاخر. العسل ولا الشحور يزيدها بنة مش عادية. المهم كيما تراو لهنا حاولت نلمها بشوية بشوية، كل مرة نحسها شيحة نزيدها شوية شوكولاتة اللي تلمت عندي. لهنا راهو تنجم تعمل شوكولاتة بالحليب تجيك فاتح اللون متاعها من داخل. انا حبيت نعمل شوكولا نوار. انتي شنو تحب تستعمل؟ تنجم تستعمل الحليب، الشوكولاتة بالحليب تجيك فاتحة اللون متاعها. كيما تراو لهنا لميتها بالباهي كي اللي تتكون عندي كعبورة. انا حبيت الكعابر الكل يجيو كيف بعضهم، دونك استعملت الميزان، عملتهم 10 غرامات كل كعبورة، حبيتهم يجيو نفس الشكل. المهم انتم لهنا اعمل عينك ميزانك يعني عادي، ولا اللي مش تخدم ولا مش تبيع ولا حاجة ديك تولي توزن بالميزان، كل كعبة وحدها خير. المهم لهنا نشكل فيهم كعبورات كعبورات صغيرين. كملت شكلتهم كيما تراو، حطيتهم في صحن وكل كعبة وحدها، ما تحطوهمش على بعضهم باش الشكل متاعهم ما يتبدلش. وتحطهم غلفتهم انا هنا بالبابي سولوفان وبيتهم ليله كامله في الفريجيدير من اللوطه. نجم تحطهم نصيف ساعه ساعه غير ربع في الكونجيلاتور. وهذا من غدوه الصباح من بعد ما بيتهم كما قلت لكم ليله كامله في الفريجيدير. ذوبت لهم الشوكولاته، عملت ماء سخون غلي بالكدا بالكدا با ماغي مش نعملها شوكولاته. وجبت الشوكولاته اللي وريتها لكم من الاول بالكل، حطيتها في صحن والماء يغلي من اللوطه، بعدته على الغاز وحطيتها وزدتها شوية زيت جوز الهند، تنجم تزيدها زيت نباتي مارغرين اللي عندك متوفر عندك في الدار. الزيت يزيدها هكا لمعة أو يردها مزيانة الشوكولاتة التغليفة متاعها. المهم وخليتها الماء تحتها سخون باش تقعد لي سايلة ما تجمدليش. كيما تراو لهنا عملت جوست غلفت كعبات بالشوكولاتة أكا هوا، والاخرين هروشت لهم شوية لوز محمر. تهرويش ما ترحيوه مش باش يطلع لك مزيان المنظر متاعهم. وغطستهم بالشوكولاته نحطهم في اللوز ونطلعهم ونحطهم على جنب، وكما قلت لكم كل كعبه بعيده على اختها باش ما يلصقوش في بعضها. وكما تراو لهنا الحاجه الباهيه في انك تبيتهم في الفريجيدير ولا تخليهم يبردوا على راحتهم، انه الشكل متاعهم الدوره اللي عملتها الكعبوره اللي عملتها المنظر متاعها ما يتبدلش ما يترفسش ما يتعجنش ما يتبدلش المنظر متاعو. عرفت تساعدكم تعاونكم في تزيينها على الاخر. ولهنا هروشت زاده شويه فستق كما قلت لكم، ما رحيتوش جوست هروشتو تهرويش. وحبيت هكا نزينهم بالفستق من برا. وانتي باللي تحب تزين تنجم تعمل جوز الهند، تنجم تعمل جلجلين زاد يجيبني على الاخر، تنجم تزين بالكاكاوية من فوق تهروشهم. كل قدير وقدره اللي عندك في الدار ومتوفر عندك اعمل بيه حاجة بنينة خفيفة مزيانة هكا بريزونتابل تحطها في العيد، يعني حاجة مزيانة برشا. واخر حاجة لهنا في الشوكولاتة النوار حطيت شوية لوز المقصوص هذاك، وحبيت هكا نعملها كيما الفريرو. تغطسها هكا كيما هي الكعبة متاعك في وسط الشوكولاتة واللوز. ولهنا عندي شوكولاتة بيضة ذوبتها كيما الطريقة بالضبط كيما تذويب الشوكولاتة العادية.
حطيت حبيت نبدل هكا اللون شوية. المهم زينتهم ذوبت الشوكولاتة وزينت بيها كيما تراو لهنا. تنجم راهو تخليها تبرد شوي وتعاود تغطسها من اللول كان انتي تحبها بيضة على الاخر. لهنا انا عادي ما قلقتنيش. زي جنب بعد باش نزيد نزينها زينة اخرى. وكيما تراو لهنا كيما قلت لكم راهي كي تقل على قد ما ترتاح على قد ما طاوعك في الخدمة وفي التزيين من بعد. المهم هاكم تراو روسيت سهلة على الاخر، اسهل منها ما فماش، لا فور لا تكسير راس لا حتى شيء، سهلة ماهلة. والحاجة الباهية انها تصبر لك. لهنا جبت ملون غذائي لونه احمر، حبيت نعمل هكا لون روز مع الابيض يجي مزيان على الاخر. حبيت هكا نخلط نزين بيهم. المهم خلطتهم لهنا بالكدا لين عطاني اللون وحطيتهم في ساشي متاع ساشي اليمونتير متاع فريجيدير يعني متاع كونجيلاتور نحطو فيه اللحم واحد. قصيته على جنب في الواحد ومش نزين بيه لهنا. راني زينت بيه مكعبات الكعابر البيض. المهم ونزين بيهم الكعبات هذوكم اللي من اللول بالكل عملتهم. فما كعبات عملتهم بالشوكولاتة العادية السايلة، وفما كعبات هاني زينتهم بالشوكولاتة البيضاء. كيما تراو لهنا بريسك كملتهم، خليتهم يرتاحوا شوية وزينتهم وحطيتهم. ومن بعد باش نخبيهم في الفريجيدير من لوطة. تحطهم في بوات، تحط بين الطبقة والطبقة بابي متاع بابي كويسون بابي سويتو متاع الكوجينة. هي وصفة الكعابر السهلة الماهلة، جربوها وإن شاء الله تعجبكم. ملتقانا إن شاء الله وبسلامة.